أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا من مشروع عملاق جدا كان بيمثل حلم منطقة وادي النطرون، وهو مشروع مزارع الدبلوماسيين أو بساتين الدبلوماسيين. مشروع أسسه طبيب بشري اسمه طارق قاسم. المساحة الإجمالية 16,000 فدان. الكلام ده من سنوات طويلة جدا. النهاردة هنزور 3 مزارع من داخل مشروع الدبلوماسيين في وادي النطرون. النموذج الأول هي مزارع العال، أسسها أخين. الأول هو الدكتور وليد عبد العال الطبيب البشري الشهير، والثاني أو الأخ الثاني هو الكابتن طيار وائل عبد العال. المزرعة مساحتها تقترب من 400 فدان، وتم تأسيسها باحتراف شديد جدا، ورغم ذلك يعانون الأمرين في تقنين وضع اليد في مساحات عديدة داخل هذه المزرعة. النموذج الثاني فتاة صغيرة اسمها رحاب الوحش، وهي بالفعل وحش في قلب وادي النطرون. القدر خلاها تورث 60 فدان تزرعها وتعيش بمفردها في قلب صحراء وادي النطرون. نموذج مبهر لفتاة تعيش في قلب الصحراء ونجحت في قهر قسوتها. النموذج الثالث هي مزارع ملكة هانم، مهندسة عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة، وعادت إلى مصر مع زوجها الخبير الاقتصادي الشهير. ورثت عن جوزها 200 فدان، وبعد كفاح مرير بالفعل نجحت في استصلاح واستزراع 200 فدان، والآن هي تصدر المانجو والعنب لكل أسواق العالم. 3 نماذج مبهرة جدا، وفي نهاية الحلقة لنا تعليق كبير جدا ودروس مستفادة من داخل مزارع الدبلوماسيين. خليكم معنا. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة العال التي يمتلكها الشقيقين الطبيب البشري وليد عبد العال والطيار وائل عبد العال، وذلك بمشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون، حيث تبلغ مساحة مزرعتهما نحو 400 فدان، وتروي مسيرة حلم الدبلوماسيين الذي لم يكتمل حتى اليوم. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مزرعة العال التي يمتلكها الشقيقين الطبيب البشري وليد عبد العال والطيار وائل عبد العال، وذلك بمشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون، حيث تبلغ مساحة مزرعتهما نحو 400 فدان، وتروي مسيرة حلم الدبلوماسيين الذي لم يكتمل حتى اليوم. الزراعة صناعة كبيرة في مصر، لازم نساندها وندعمها عشان هي بتمثل باختصار شديد جدا الأمن القومي الغذائي المصري. يعني تحديد أسعار مرتفعة لتسعير الأراضي الصحراوية، وزيادة أسعار الطاقة، وغلو الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكلفة العمالة، وغياب الدعم الكامل وغير المشروط للبحث العلمي الزراعي، كلها حاجات بتعوق التنمية والتوسع الأفقي والرأسي، وبتمثل تحدي كبير للتنمية الزراعية المستدامة. أما الناس اللي مش جدعان، اللي بيستسهلوا الاستيراد لكل حاجة وأي حاجة، آدي فيروس كورونا حطنا جميعا في اختبار صعب جدا. يا نزرع وننمي وناكل من عرقنا، يا هنواجه نقص حاد في الغذاء. العالم كله قفل على نفسه، واللي عنده محاصيل غذائية استراتيجية منع تصديرها أو قلل كمياته أو بيصدرها بالقطارة. تعالوا بقى نتكلم عن أراضينا. وادي النطرون من المناطق الزراعية العملاقة في مصر، التنمية فيها كانت على قدم وساق. أصلها حسبة ومعروفة، فدان ب1000 ولا ب2000 وزيهم للعرب، للتصالح وغفرة شهريا، وتستصلح وتزرع ب25 ولا 30 ألف جنيه الفدان، وبعدها تاخد عقد التقنين النهائي حسب القانون 143 لسنة 1981 لتقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية. لكن من 2006 والدنيا بقت غريبة، وقف التقنين
وخصوصا لما ظهر القانون 148 لسنة 2006 لتقنين وضع اليد للأفراد، وبعده ثورتين ومحدش كان بيتحرك للتقنين في جهات الولاية زي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. فجأة القانون 144 لسنة 2017 صدر لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتولت المحافظات التسعير للأراضي والتقنين، ومن يومها المزارعين الجادين انهاروا. الأرض اللي في وادي النطرون اللي الفدان فيها ما بيعديش 1000 ولا 2000 جنيه من كام سنة بقت 62,000 جنيه، والفايدة 7.5%، والفدان عشان يستصلح عايز 40 ولا 45 ألف جنيه، ووضع اليد بقى 20 ولا 25 ألف جنيه للفدان. تخيلوا، يعني الفدان دخل في 130 ألف جنيه بالميت. طبعا الكل لازم يخاف. النهاردة هنزور 3 مزارع في مشروع مزارع الدبلوماسيين، وده واحد من أكبر مشروعات الزراعة في وادي النطرون، 16 ألف فدان، وبدأ دكتور اسمه طارق قاسم وتوفاه الله بما له وما عليه. وبجد كانت الدبلوماسيين زمان جنة، لكن للأسف جدعان كتير هجروا أراضيهم ووقفوا ضخ استثمارات فيها بعد تغيير القوانين، أو باعوها بعد رفع أسعار أراضيها، واللي فاضلين جدعان بجد وبيحفروا في الصخر. دلوقتي هنقابل شقيقين، الأول الدكتور وليد عبد العال، طبيب بشري بدرجة مزارع محترف، والتاني الكابتن وائل عبد العال، طيار بشركة مصر للطيران، وهم أصحاب مزارع العال في مشروع الدبلوماسيين. حوالي 420 فدان بيزرعوها، حطوا اللي وراهم واللي قدامهم في الأرض، ولسه بيكافحوا ومكملين. تعالوا نبدأ بلقاء الدكتور وليد عبد العال، واللي بيعشق الزراعة سواء في الأراضي القديمة في كفر الشيخ أو الأراضي الجديدة في وادي النطرون. طبيب بشري، أخوه طيار، بيزرعوا مساحة تعدي 400 فدان في الدبلوماسيين. نموذج محترم بصراحة، عاملين شغل محترم جدا في الزراعة. دخلنا الزراعة ازاي؟ مجالاتنا بعيدة تماما. الحقيقة أنا وكان والدنا الله يرحمه ويحسن إليه كان طبيب بشري برضو، نفس التخصص بتاعي كان أستاذ روماتيزم، وكان عندنا مساحة أرض زراعية في محافظة كفر الشيخ في الوادي القديم، وكان والدي كان عاشق للزراعة الحقيقة، وكان فلاح شاطر جدا جدا جدا. ومن واحنا صغيرين والدي حببنا في الزراعة وحببنا في هذا المجال، ولما يعني وصلنا تخرجنا من كلياتنا واشتغلنا، قلنا ان احنا عايزين نكبر الموضوع بتاع الزراعة ده ونخرج من الوادي الضيق، ان احنا نخش في مجال انتوا من كفر الشيخ تحديدا مش كده؟ من كفر الشيخ، من بلد كان عندنا اراضي في كفر الشيخ، اراضي موجوده لغايه دلوقتي، مش كان هي موجوده لغايه دلوقتي الحمد لله، بس بنزرع المحاصيل التقليديه زي القطن والرز والفول والقمح. فين بالظبط كفر الشيخ بقى؟ في بلد اسمها شباس الملح تبع مركز دسوق محافظه كفر الشيخ. تمام. على فكرة الدكتور وليد عبد العال هو استشاري الروماتيزم والتأهيل ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفى دمنهور التعليمي من حوالي 10 سنين، وهو اللي خطط للمزرعة من سنة 2003 في الدبلوماسيين، وكان طول عمره في أجازة الصيف ما بيعملش حاجة غير متابعة أراضيهم في كفر الشيخ مع والده الدكتور عبد العال عيسى، وهو من رواد الطب الطبيعي والتأهيل في مصر عليه رحمة الله. السنة دي اتحدد سعر القمح الأرداب ب 700 جنيه. أيوة يا فندم. يجزي معاك كمزارع في الصحراء؟ في الصحراء ممكن يجزي وممكن ما يجزيش، يعني او مش هيجزي، ممكن يغطي نفسه. وده بيعتمد برضو على شطاره المزارع، يعني ما هو لو مزارع هيجيب 10 ارداب مش هيجزي معاه، انما لو مزارع هيجيب مثلا 15 ل 20 ارداب يعني الفدان ممكن يكسب 3000 4000 يعني الى حد ما يغطي تكلفته ويحقق هامش ربح بسيط. بس هي المشكله الحقيقه اللي بتقابلنا هنا، المشكله الضخمه اللي بتقابلنا هنا سواء في القمح او البنجر او حتى ايفن في زراعه الفاكهه، الميه. احنا عندنا هنا في منطقه الدبلوماسيين زي ما قلت لحضرتك الابار على 400 متر، وسعر الكهرباء للاسف الشديد بناخده استثماري ب 150 قرش الكيلو او ب 135 قرش الكيلو تقريبا. فسعر الطاقه الحقيقه بقى مشكله بتقابلنا. يعني انا لو اقول لحضرتك ان فدان القمح ده مثلا بيتكلف، لو احنا قلنا في المتوسط هيجيب 15 ارداب ب 700 يعني سي 10500 او 11000 جنيه قمح، منهم 6000 جنيه بيروحوا ميه بس. أراضي الدبلوماسيين اتحدد سعرها ب 62 ألف جنيه للفدان، ودي كانت الضربة اللي وقفت أعمال الاستصلاح والاستصراع في المشروع ده، بخلاف إنهم دخلوا الكهرباء على حسابهم بالكامل، وكمان
بيدفعوا 135 قرش على استهلاك الكيلو وات استثماري. عرفنا دكتور هنا المزرعه، اتكلمنا عن المزرعه وكلمنا عن تقسيمها، وعجبني قوي وانا بسالك انتوا زارعين ايه، انت قلت لي بالارقام. ايوه يا فندم. اتكلمنا عن المزرعه، يعني فكرنا نزرع، اخترنا محاصيلنا على اي اساس؟ اخترنا محاصيلنا حضرتك على اساس بدايه نظرتنا للتصدير، ايه المحاصيل اللي ممكن تتصدر بره، تمام، عشان نغطي تكاليفنا. فكانت اول حاجه طبعا الموالح، وبالذات البرتقال الصيفي. فعملنا مساحه برتقال صيفي كبيره. بعد الموالح والرمان حضرتك زرعنا كمثرى، زرعنا برقوق، صنف جاي من جنوب افريقيا عن طريق شركه بيكو، كنا يمكن احنا اول او تاني ناس نزرعه بعد بيكو. زرعنا قشطه عبد الرازق. الكيلو بتاعها بيوصل لكام في العمر؟ والله انا هو بيوصل في التجزئه ساعات لغايه 70 و80 جنيه، يمكن 100 جنيه، لكن بيخرج من المزرعه بكام؟ يعني ب 30 35 في الحدود دي. أراضي مزارع الدبلوماسيين كلها ري أبار، ونسبة الملوحة في المية ما بين 400 ل 800 جزء في المليون، والتربة قلوية وهي ممتازة ومناسبة لكل أنواع الزراعات وخصوصا الفاكهة. احنا عايزين اهم حاجه نحافظ على الدبلوماسيين هنا، لانها مشروع ضخم جدا وحلم كبير جدا. احنا بنتكلم في 16,000 فدان. قول لي نحافظ عليها ازاي؟ الحقيقه بعد ارتفاع سعر الطاقه الجامد جدا، وارتفاع اسعار نتيجه غلو الدولار، ارتفاع اسعار المبيدات واسعار الاسمده واسعار المستلزمات الزراعيه عامه، وسعر الطاقه طبعا للاسف الشديد يعني قطم وسط المزارعين هنا في الدبلوماسيين. ففي ناس كتير سابت اراضيها، وناس كتير لقت ان الموضوع مش جايب ثمنه. فنرجو يعني ان احنا يتبص لنا بس بعين الرعايه وعين العطف من الدوله، ان احنا نحاول. انا كنت سمعت مؤخرا ان سياده الرئيس اصدر قرارات بتنزيل سعر الطاقه للصناعه حوالي 10 قروش في الكيلو. فيا ريت احنا كزراعه ينزل لنا برضو السعر 10 او 20 قرش، هيساعد معانا شويه ان احنا نزق شويه لقدام. ويعني اعتقد ان انت اللي حضرتك شايفه هنا ان احنا بنساهم بجزء يسير في نهضه بلدنا. فرص عمل حضرتك، احنا هنا كمزرعه متوسطه، احنا مش مزرعه كبيره قوي. 45 عامل زي ما حضرتك قلت لي. انا عندي 45 عامل ثابتين. العماله اللي بتروح وتيجي كل يوم عشان الشغل في الارض كتنقيه حشائش او صحيح، او رش مبيدات او كلام من ده. فالكلام ده كله برضو احنا اعتقد ان احنا ممكن نكون بنشيل عن الدوله جزء ولو بسيط من حاجات. الناس دي كانت هتاخد فرص عمل، احنا بنوفرها، او بنشيل عن الدوله جزء من المسؤوليه تجاه المجتمع، ان احنا نوفر لهم فرص العمل. تعالوا بقى نقابل الكابتن طيار وائل عبد العال، وهو راجل جدع بجد ودمه خفيف، وكل المواقف الصعبة والتحديات بيواجهها بصبر وتفاؤل، وخصوصا انه اللي كان بيبات في الصحراء في خيمة طول الليل والارض لسه بيستصلحوها، وما سابهاش الا بعد لما بقت جنة خضراء. وعلى فكرة في الوقت ده كان أقرب كائن حي على بعد 50 كيلومتر من الكابتن وائل، وكان عايش مع العقارب والتعابين والثعالب الصحراوية. بجد كفاح مرير. أنا عايز أسمع منك حكاية الدبلوماسيين، متهيألي مفيش حد حافظها زيك. احكي لنا مزارع الدبلوماسيين كيف بدأت ووضعها حاليا إيه؟ أنا جيت الدبلوماسيين دي عن طريق صديق ليا، فجينا مع بعض بندور على الأراضي نستثمر فيها، فجينا قابلنا الدكتور طارق، فلقينا حاجة يعني قطعة من جنة الله في أرضه. مشروع كبير جدا ضخم منظم، في طرق هايلة مقسم، يعني تقسيم. أنا لفيت دول العالم زي ما حضرتك عارف، أوروبا أكنك في ريف أوروبي فعلا. الشوارع ممهدة، عنده معدات على طول. السكك ترابية بس كانت ممهدة، بنقدر نمشي بعربياتنا، كنت تتمشى فيها تنبسط فيها، ورد وشجر منمق وطريق 12 متر. كل الدبلوماسيين كل مزارع بينها وبين بعضها 12 متر. ده اللي فاكرينه عن الدبلوماسيين، اللي فاكرينه. لكن ايه اللي حصل؟ اللي انا شفته النهارده ده اللي حصل ان نتيجه للاسف ان يعني الدوله كانت بتقول ان اللي مش هيملك او اللي مش هيزرع المساحه هناخد منه الارض. فالراجل الله يرحمه اتضغط، فاضطر ياخد قروض. ومن بعد كده هذا المشروع انهار، لان هو كانت هي عباره شركه مساهمه كان فيها اسهم لناس كتيره قوي، وهو اللي كان بيدير هذه الشركه. وللاسف يعني ما توفى الناس استلمت اراضيها كلها. وبدات الموضوع ما عندهمش الخبره والنو هاو بتاع الصحراء، او ازاي يزرع او ازاي يتعامل مع هذه الاراضي.
فقعدت تتدهور الى ان القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. جه قانون 144 لسنه 2017 اللي حدد سعر الارض هنا على بعد 47 كيلو من الطريق الصحراوي في عمق الصحراء الغربيه ب50,000 جنيه. وده كان ثمن، احنا حضرتك يعني ثمن بالنسبه لكل المستثمرين كان فجعه، بلس ان هم عاملين 20,000 جنيه قالوا ان هم هيشيلوها تميز. واحنا ما عندناش اي تميز لانه عندنا طرق. حضرتك جاي شفت الطرق، كهرباء، احنا قعدنا شغالين بالديزل والسولار الى الثوره وازمه الثوره، فعملنا مجهود جامد جدا عشان ندخل الكهرباء ودخلناها على حسابنا تماما بدون بنيه اساسيه. من اول 47 كيلو مشينا ضغط عليه لغايه لما وصلنا المزرعه، كلفنا تكاليف باهظه، وبنتحاسب على العداد في الكهرباء الفائد ده كله على حسابنا. الكابتن وائل عبد العال اتخرج في الأكاديمية المصرية للطيران في امبابة، وفي نفس الوقت كلية الزراعة في جامعة اسكندرية سنة 1992، وانضم للشركة الوطنية مصر للطيران سنة 1994، ورفض كل العروض المغرية اللي اتقدمت ليه من شركات طيران عالمية عشان عيون مزرعته. انا شايف اراضي كتير قوي هنا في دبلوماسيين مهجوره تماما. كل ده بعد وفاه الدكتور طارق قاسم؟ لا، هو بعد وفاته طبعا، لان هو كان بيحاول، بس هو من وهو عايش بدات الدنيا تتدهور، لان الناس اللي هي لما سلموها الاراضي لقت ان موضوع التقنين ودفع ال 62,000 جنيه مش هيوفي معاهم، لان هم اوريدي ما عندهمش النو هاو. فيعني القصه النموذج اللي انا قلته لحضرتك ده اللي هو ال 30,000 جنيه ده، هو لا، هو بيصرف 30 وبياخد 5، فبيدفع معاه 25 خساره. ففضل ان هو يهجر الارض ويمشي، او يبيعها لصغار المزارعين او لتجار الاراضي او لاي حد تاني، غير ان هو يستثمر او يسد الدوله او يعمل اي حاجه. مفيش مستثمرين اقوياء يقدروا يدخلوا ينتشلوا هذه الاراضي بالميه دي؟ ده الميه هنا 400 جزء في المليون. انا هقول لحضرتك نموذج كده لطيف. كان عندي واحد صديق هنا عنده مساحه من الارض محترمه، كان واخدها قبليه بشويه، مساحه حوالي 3000 فدان، ومستثمر يعني قوي، وتعثر في موضوع ال 62. هو دفع بالمناسبه مبلغ كبير بس مش قادر، فعرض 1000 فدان للبيع، فساعدته بعلاقاتنا مع المجتمع الزراعي وكده. وكان في احد الاخوه المستثمرين يعني كان برضو عنده ارض وبايعها، ومع المبلغ ان هو يقدر ياخدها، ونزل بالسعر لغايه 28,000 جنيه و30,000 جنيه. ده وضع يد كوضع يد يعني معمول لها الملف وجاهزه بس ما زالت وضع يد، يعني لا مفيش قرار تصرف. لا ما فيهاش قرار تصرف، بس دافع لها المقدم. تمام. فاللي هيجي هيكمل عليه. اولا انه هيجي يكمل ما بينقلوش العقد، فلازم يفضل باسم المستثمر الاساسي لمده 7 سنين. صحيح. عشان ينقله كده هو مطلوب منه 28,000. لا، نفسه مطلوب 28,000 و62,000 حسبها حسبه بالبلدي. وايه تاني؟ والاستزراع بقى دي ارض لسه صحراء، ارض ابار، يعني ما فيش غير الابار. هيعمل شبكات ري وهيجيب شتلات، يعني 40,000 جنيه الفدان على الاقل مينيمم عشان تستار. تلاقي نفسه يدفع 120 130 ويستنى 5 سنين يدفع الاقساط تاني، ولا 7 سنين، ويدفع مصاريف الارض. لا، الحسبه هتخش معاه في 170 180 مليون جنيه. فرد عليا بعد ما كان خلاص المفروض ان هو يعني اتفقوا على كل حاجه، قال لي انا بعد اذنك يا وائل، انا حسبت الحسبه لقيت هتخسر معايا. مش تخسر معايا، انا هيرد لي الفلوس دي اللي انا هدفعها بعد 30 سنه، وانا راجل عندي 60 سنه، ولا انا ولا احفادي هنعرف نستفيد بحاجه من الارض دي. فانا كفيت عن هذا المشروع، فده استثمار بقى مزنوق قوي. تخيلوا زمان كنا بنسمي الدبلوماسيين كاليفورنيا مصر، احسن محاصيل تصديريه واحدث تكنولوجيا في الزراعه، والورد في كل مكان، والنظام دقيق جدا، والطرق ممهده، وسرعه العربيات محدده عشان الزرع، واللي يتجاوزها رخصته بتتسحب. تخيلوا، باختصار كنا في منطقة ولا الريف بتاع أوروبا بجد. كانت منظومة، وللأسف اتغيرت تماما. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة الفتاة الصغيرة التي قهرت صحراء وادي النطرون، المهندسة رحاب الوحش، التي تخرجت في الجامعة الأمريكية، حيث تزرع مساحة 60 فدانا في مشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون، وتعيش بمفردها في قلب الصحراء منذ أن تركت عملها بشركات عالمية من أجل الزراعة. الآن تشاهدون
فريق الجدعان في مزرعة الفتاة الصغيرة التي قهرت صحراء وادي النطرون، المهندسة رحاب الوحش، التي تخرجت في الجامعة الأمريكية، حيث تزرع مساحة 60 فدانا في مشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون، وتعيش بمفردها في قلب الصحراء منذ أن تركت عملها بشركات عالمية من أجل الزراعة. تعالوا بقى أخدكم لمزرعة في مشروع الدبلوماسيين غريبة فعلا. مساحتها 60 فدان وعايشة فيها لوحدها في قلب 16,000 فدان بنت جدعة اسمها رحاب أنور الوحش، وفعلا هي اسم على مسمى لأنها وحش فعلا. المهندسة رحاب اتخرجت في الجامعة الأمريكية هندسة إنشاءات ومعاها 2 ماسترز، وكانت شغالة في شركات عالمية بجد، وأسست شركة ناشئة لخدمات الكمبيوتر وكانت في قمة نجاحها. فجأة ورثت الأرض بعد رحيل والدها عليه رحمة الله، واللي كان ضمن أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارات مصر في هولندا وألمانيا وسنغافورة، وكان حلمه يبقى عنده بيت صغير وحتة أرض يعيش فيها آخر أيامه. وفعلا اشترى الأرض سنة 1998 وحط فيها شقة العمر، لكن ما كانش معاه لا مال قارون ولا ربنا اداه عمر نوح عشان يستصلح ويزرع الأرض، وسابها للمهندسة رحاب، وهي عشان ربنا اداها صبر أيوب شغالة بصبر وإصرار على النجاح غريب فعلا. رحاب أنور الوحش اتعلمت زراعة وبالعلم بتحسب كل حاجة بالورقة والقلم، وبقت خبيرة عنب ومانجا، وحياتها كلها يا إما في أرضها بتشتغل بإيديها وتصلح معداتها وتواجه كوارث الطبيعة بنفسها من 5 الصبح، أو في بيتها الصغير من الساعة 7 المغرب بتقرأ وتسمع موسيقى وتراجع كل أعمال اليوم وتحط برنامج اليوم الجديد، وطبعا منفصلة تماما عن العالم الخارجي، ومقتنعة تماما إن وصية والدها وحلمه في إن الأرض لازم تتزرع وتنتج هتتنفذ حرفيا، حتى لو هتقضي بقية حياتها في الصحراء اللي عايشة فيها بجد. وما أدراكم يعني إيه صحراء وأهولها. عايز أعرف إيه الحكاية؟ جامعة أمريكية، دراسة، إزاي استقريتي هنا؟ الأرض خدتيها ليه 60 فدان هنا؟ عايز أفهم. الحقيقة هو والدي اللي كان أخذ الأرض. كان حلمه، هو بيحب الزراعة من زمان. جه وحط كل مجهوده وفلوسه في الأرض هنا في الدبلوماسيين، ومن 2 هو توفى. فلقيت نفسي الله يرحمه، لقيت نفسي في الوضع ان أنا لازم اشيل المسؤولية. ما كانش في حد ممكن يشيل الموضوع غيري، فجيت اتابع ايه اللي بيحصل واضطريت اوت، لان دي حاجة هو سابها لي وما ينفعش اسيبها لحد تاني يشرف عليها او يمسكها، ولازم احط ايديا في كل شيء من صغير لكبير عشان افهم واتعلم واحاول اقوم المزرعه واكمل الشغل اللي هو بدأه. وفاء لي يومك ازاي هنا؟ عايز افهم. والله يومي كل يوم مختلف عن التاني وكل يوم فيه مشاكل. عارفه تتعاملي مع العماله، مع الناس اللي بتشتغل؟ لا، هو الحقيقه حضرتك طبعا انا جالي اول ما دخلت اتعامل مع الناس، انا كان الناس اللي شغالين او شغالين معانا يعني انا بعتبرهم فنيين مش عمال عاديين. يعني علاقتي كويسه بيهم. انا بحاول انمي في الناس اللي اشتغل معايا عشان انا ابقى مستريحه نفسيا. احنا فريق عمل، والفريق عمل ده زي كوره كده، احنا كلنا بنشتغل عشان هدف واحد، عشان نجيب اجوان. فما عنديش اسلوب ان هو واحد ده وظيفته يعني شغلانه واحده مثلا زي رش الحشائش. لا، انت كل واحد لازم يبقى يتعلم نفس الحاجه وكلهم على نفس الكفاءه، عشان كل واحد بيبقى زي ستاند باي، يعني بدل التاني اذا واحد حصل له مشكله. تاني حاجه بحب انمي في اللي قدامي ان يشغل مخه، يعني ربنا ادالنا عقل يعني. انا فكل واحد قادر ان يشغل مخه، فبحاول
العالم اللي معايا إنه يفكر ويشغل مخه ويلاحظ ويقول، واللي عنده رأي في حاجة وعنده فكرة أسمعه. رحاب الوحش عندها مشكلة في تقنين الأرض رغم إن موقفها سليم 100%، ومعاها كل موافقات التقنين، وكمان صدر قرار تصرف يخص أرضها من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. يعني مفيش أقوى من كده، وب10,000 جنيه الفدان. لكن عشان بنت ولوحدها محدش بينفذ لها قرار التصرف. عندك مساحات لم تقنن حتى اليوم في مزارع الدبلوماسيين، أي رغم ان انت قلتي لي حاجه فاصله. قلتي لي انا طالع لي قرار تصرف من مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، أي وده ملزم لكل الجهات لتقنين وضعك تمام وبالسعر المحدد في قرار التصرف. تمام. ازاي لغايه النهارده مش عارفه تنفذي قرار زي ده؟ الهيئة لازم تتعامل مع شركة بساتين دبلوماسيين. احنا كأفراد ملناش صفة إلا إذا شركة بساتين الدبلوماسيين كانت قالت للهيئة اتعاملوا مع فلان وفلان وفلان. ما عرفتيش تجيبي قرار من الشركة أو ورقة من الشركة بتقولك إن أنت يحق لك التقنين وأنت دافع حق الشركة؟ أنا الموضوع التقنين ده أنا ما حسيتش بيه، والإجراءات الدولة بتاخدها إلا بعد وفاة والدي. هو كان توفى في الوقت الفترة دي، القانون 144 طلع فيه والقصة دي كلها. رحنا إحنا كأفراد اللي هم 500 فدان تقريبا، قدمنا طلب لمهندسة نادية عبده، بنقول لها إن إحنا عاوزين نكمل الإجراءات وندفع الفلوس اللي مطلوبة. هي ودت الطلب بتاعنا، أو الطلب أحال للمستشار القانوني وقعد يدرس في الموضوع من الناحية القانونية، وكان الرأي بتاعه إن نستكمل إجراءاتنا طبقا لقانون 143 مش 148 سنة 81 بناء على قرار التصرف واستكمال الإجراءات. وهي مضت بالموافقة وطلبت من الأملاك إن نبدأ نكمل. كل ده قبل باب التقديم ل 144 ما يتقفل. قعدنا نروح يا جماعة عاوزين ندفع، لا هاتوا لنا جواب من الشركة إنها بتقول شركة مزارع شركة بساتين دبلوماسيين بأنها يعني موافقة، لأن قرار التصرف ده طالع أصلا للشركة إحنا ما نعرفكمش. جبتوا الجواب؟ فين وفين جبنا الجواب. وبعد كده قدمنا طلب تاني المهندسة نادية عبده نستعجل الإجراءات والفلوس جات وهي مضت عليه. وبعد كده شاء الظروف هي اتغيرت وقانون 144 التقديم اتقفل، واحنا اصلا مش مطلوب مننا ان احنا نقدم عليه لان احنا مش احنا طبقا قانون 143. صحيح. قعدنا طبعا المحافظ الجديد لما جه قعدوا فتره طويله اظن 6 اشهر الموضوع. ها يا جماعه في يعني ايه؟ انت واحده من ضحايا قانون 143 سنه 81 بالظبط، اللي اتقفل عليها باب 144 ولم تقدم لانها اجراءاتها كلها على القانون 143 لسنه 1980. بالظبط، واحنا ما قدمناش. والصح ان انا ما اقدمش، انا طالع لي قرار تصرف اتطبق عليه القانون الاول واحنا طالبنا ان احنا نقلل السعر لسبب بسيط وقتها قرار التصرف، ان في فرق 6 اشهر قبلينا كان في 1000 فدان في الدبلوماسيين جنبنا السعر ب5000 جنيه. رحاب أنور الوحش نموذج محترم للزراعة الحديثة رغم كل التحديات اللي بتواجهها في مزارع الدبلوماسيين في قلب وادي النطرون، في منطقة قاحلة فعلا، وبجد لازم تقنن أرضها وبالسعر المحدد في قرار التصرف وهو 10,000 جنيه الفدان، ده حقها. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة ملكة هانم التي تبلغ من العمر 69 عاما وتزرع وتنتج المانجو والعنب التصديري من مساحة 200 فدان ورثتها عن زوجها بمشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون بعد رحلة طويلة من الدراسة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مزرعة ملكة هانم التي تبلغ من العمر 69 عاما وتزرع وتنتج المانجو والعنب التصديري من مساحة 200 فدان ورثتها عن زوجها
بمشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون، بعد رحلة طويلة من الدراسة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي قدام حضراتكم دي مزرعة ملكة هانم، سيدة مصرية عظيمة مقيمة في مزارع الدبلوماسيين إقامة كاملة عشان ترعى حوالي 200 فدان ورثتهم عن زوجها الخبير الاقتصاد الراحل الدكتور عبد الله أبو النور الله يرحمه. المهندسة ملكة جمال الدين حسن 69 سنة، هانم بجد وسيدة من أفضل سيدات مصر، ومصرة على تنمية أرضها وتحويل كل إيراد فيها لجنة خضراء. أصل دي وصية الدكتور عبد الله أبو النور رفيق العمر. المهندسة ملكة حكايتها حكاية، لأنها فوجئت بشركة مزارع الدبلوماسيين رهن أرضها للبنك الزراعي المصري للحصول على قرض، وبعد وفاة الدكتور طارق قاسم مؤسس مشروع مزارع الدبلوماسيين فوجئت بأن عليها سداد القروض عن أرضها المزروعة بالعنب والمانجا وخلال 3 سنين، وإلا هتتباع في المزاد العلني، وطبعا اختارت تدفع. تعالوا نسمعها. عايز اسمع الحكايه. حضرتك هنا موجوده من سنوات طويله بتزرعي 200 فدان مانجا وعنب في مزارع الدبلوماسيين. قصتنا طويله قوي، بدات من امريكا للكويت للقاهره. بدات ازاي والنهارده موقفنا ايه؟ انا الحقيقه جيت هنا سنه 2012، بس من قبل كده حياتي ابتدت من ساعه ما اتخرجت من الجامعه سنه 1972. انا مهندس مدني ومهندس انشاءات، ورحت امريكا، اتجوزت ورحت امريكا، عشت فيها فتره طويله جدا. لما قررنا ان احنا نرجع لمصر كان الهدف الاساسي فيها ان احنا يعني نستثمر حاجه في مصر، وكان احسن استثمار فكرنا فيه في الزراعه فعلا. يعني طبعا في الاول ما كنتش، كان هو الجزء اللي بيهتم بيها يعني، فبس هو الحقيقه مر بمرحله صعبه وجاله مرض وتوفى الله سنه 2014. انا قبل كده لما عرفت ان احنا هنستلم الارض وهضطر اشتغل فيها، فرحت سنه 2012 درست في كليه الزراعه جامعه القاهره، وابتديت اقرا بقى في المجال ده. ما انا يعني عشان اتفوق لازم اقرا في حاجه، لازم ادرس يعني. وبعدين بعد وفاته بقى كان عندي حل من 2، يعني انا ورثت الارض دي كلها ومش عارفه هعمل فيها ايه، يا اما ابيعها وكان عليها مديونيه عاليه جدا. غيرك كتير كان ممكن يفكر في البيع ويستسهل. لا كتير فعلا عملوا كده فعلا. يعني انا وانا بتصالح مع بنك التسليف الزراعي، هي مديونيه انا ما خدتهاش اصلا، خدها الشركه الثانيه، فانا لازم اسددها. اللي هي رهنوا اراضيكم، رهنوا اراضينا من غير معرفتنا. تمام. وبقى عندنا فلوس مديونه وبقيتي مضطره تدفعي للبنك. هم كان القانون بيقول احنا العقد اللي بيننا وبينه كان عرفي، لا يسجل الا بعد 7 سنين. لما رحنا نسجل اكتشفنا الارض مرهونه، رهنا من غير علمنا يعني. فطبعا الحل الوحيد يا اما الارض هتتباع في مزاد علني عشان تسدد ديون الشركه، يا اما هقبل ان انا اعمل حوالي الدين. اخترت اقبل حوالي الدين. تمام. وكنا مجموعه كبيره جدا، كل الدبلوماسيين اجتمعوا مع بعض، ورحنا قابلنا كل الناس. اوكي، فروحنا قلنا قبلنا حوالي الدين، وطبعا بمناقشات مع بنك التنميه الزراعيه وافقوا ان احنا نعمل حوالي الدين زي ما قلت لحضرتك، ومضينا عقود معهم بقى على 3 سنين زي ما حضرتك قلت لي. على 3 سنين بنظام معين برضو، كانوا شويه رحيمين معانا يعني. بس بنسدد فيها دلوقتي. انا بقى اكتر واحده كنت مضروره في هذا الكلام. انا عليا 4.9 مليون. ننسى امريكا بقى، نتكلم عربي هنا. انا 4.9 مليون عشان اسددهم بفوائد على 3 سنين. يعني في النهايه هسدد 6 مليون. أنا لغاية النهاردة يعني بالفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أسدد تقريبا نصهم. المهندسة ملكة جمال الدين حسن اتخرجت في كلية الهندسة مدني قسم إنشاءات بجامعة القاهرة سنة 1972، وحصلت على الماجستير في الهندسة الخرسانية من جامعة راتجرز بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت هناك مشروعات طرق كبرى في ولاية نيوجيرسي. وفي عام 2002 انتقلت من الولايات المتحدة الأمريكية للكويت، وهناك نفذت مشروعات ضخمة زي مبنى الخدمة المدنية وجامعة الكويت وكلية العلوم التكنولوجية في الكويت. الدبلوماسيين. حضرتك عندك مساحات لم تقنن حتى اليوم. أيوة. عندي مساحة وعايز أتكلم في الموضوع ده. قولي اللي عندك، أنا أسمعك. أنا عندي مشكلتين في الدبلوماسيين هنا. أولا القرض اللي أنا بدفعه وأنا ما خدتوش. تمام. أنا مستمرة في الدفع عشان أحافظ على أرضي ليا ولولادي يعني. وقلت لو عملت ديفلوبمنت في الأرض وسوري لو حسنت مستوى الأرض وجيت أبيعها كده أنا استرديت الأرض. الحاجة الثانية بقى هو لما كان حصل مشاكل بيني وبين الشركة
ان هم ده رهنوا الارض من غير ما يقولوا لنا، وجا علينا على الارض دي جا عليها حجز من البنك عشان تتباع، وكان هو عليه شيكات لنا قبل كده، فعمل تصالح ما بينه وما بينه، فاداني ارض تانية بديله لفلوس، يعني كان في فلوس لازم يدفعها لي ما دفعهاش، واداني ارض بديله، اداني 122 فدان في حته، واداني فدان في حته كذا، فدان في حته تانية في نفس المنطقه في نفس الدبلوماسيين. بس جزء منه ال 122 كان فيهم جزء تمليك مسجل ومرهون برضو، ودفعت الرهن بتاعه. قدرك معلش. بس قدري كده. بس في جزء بقى تقنين، واداني توكيلات منه ان انا اقنن الارض بالاتفاق مع الهيئه العامه للتنميه الزراعيه. فانا النهارده لما يجي يقول لي قنيني بقى ده المبالغ الكبيره اللي بنقراها في الجرايد دي، فانا مش هقدر. 62,000 جنيه 62,000 جنيه مش هقدر فعلا يعني. فكانت النتيجه ان في ناس بقى لما عرفوا كده، في ناس بقى من تجار الاراضي ولا بيعملوا وات ايفر بيعملوا في اموالهم، بييجوا يشتروا مننا الارض دي بثمن بخس جدا، لانه عارف ان انت عارف كل شويه يقول لك الدوله هتاخدها منك ب 62,000 جنيه او هتاخدها منك لو ما قدرتش تدفع. بيحاول يكسر اعصابك. بيكسر اعصابه عشان يشيل الارض. انا قلت لهم انا افضل ان انا اتفاهم مع الدوله، ويمكن تنزل لي في القيمه ديت واقدر اسددها وتديني تقسيط على فترات طويله، او انا هزرعها لان انا بحب الارض وعايزه ازرعها. المهندسه ملكه جمال الدين حسن شخصيتها قويه جدا، وقاعده في ارضها ويوميا بتراجع الحسابات والمخازن وحال الزرع والمعاملات الزراعيه وكمان التسويق. اصلها بقت خبيره زراعيه كبرى، وفعلا الارض خدت اللي وراها واللي قدامها، لكنها شاطره فعلا وهتعوض باذن الله. وكفايه ان محاصيلها بتتصدر حاليا لاكبر اسواق العالم. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن هناك دروس مستفادة من زيارة مشروع مزارع الدبلوماسيين، دروس هامة جدا يجب أن ننتبه لها. أولا، طالبنا مرارا وتكرارا في برنامج الجدعان بلجان مركزية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على أراضي الدولة الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي، وقلنا يجب أن يتم تشكيل لجان عاجلة ليس بهدف إلغاء التسعير المحدد من المحافظات الذي أوكل لها القانون 144 لسنة 2017 تقنين وضع اليد على أراضي الدولة الصحراوية أو أراضي أملاك الدولة، ولكن فقط المراجعة. يجب أن نعلم لماذا تم تحديد سعر الفدان مثلا في وادي النطرون ب 62,000 جنيه، في 12,000 جنيه تميز. ما هو التميز في هذه القطعة وفي هذه القطعة وفي هذه القطعة؟ كل قطعة بتفرق عن التانية، ما ينفعش أوحد 12,000 جنيه وأقول هو ده اللي هيدفع أو سيب الأرض وامشي. ده مجهود وشقة سنين من العمر. الدرس الثاني، قرارات تصرف صدرت للعديد من المستثمرين والمزارعين في منطقة وادي النطرون ولم تفعل حتى اليوم، ولكم في حالة رحاب أنور الوحش معاها قرار تصرف بالأرض، قرار تصرف يمنحها تملك الأرض لغاية النهاردة ومنذ سنوات طويلة جدا، وهي تحاول تنفيذ قرار التصرف ولا أحد يستجيب لها. ثالث حاجة لازم نتكلم عنها، الأحكام القضائية الصادرة للمستثمرين في قلب المناطق الزراعية في مصر، وادي النطرون وغيرها، يجب أن تنفذ فوراً. أخيراً، أنا أهيب بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المجلس الموقر الذي يضم العديد من الوزراء ويرأسه السيد القصير وزير الزراعة. العبرة ليست بتحصيل قيمة هذه الأراضي الصحراوية، ولكن بمدى معدلات التنمية التي تتحقق في هذه الأراضي، التنمية المستدامة. احنا عندنا فيروس كورونا التهم من موازنة الدولة في غمضة عين 100 مليار جنيه. إذن الأموال ليس لها قيمة، المهم ما تحقق من تنمية مستدامة، ما تحقق من توفير فرص عمل، ما تحقق من أمن غذائي لهذا الشعب. العالم يمر بظروف شديدة القسوة، وأنا مش من أصحاب نظرية المؤامرة إن ممكن دول تمنع عننا محاصيل زراعية، ولكن الظروف الحالية قد تجبر العديد من الدول أن تغلق على نفسها. يعني المهم إنها تحقق الأمن الغذائي لشعبها. إذن أصبح حتما علينا
أن نفكر في كيفية تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري أولاً ثم الشعب العربي ثانياً. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة فريق الجدعان يلتقي بعلماء البحوث الزراعية في محطة بحوث سدس في بني سويف، أبرز جنود جيش الدفاع عن الأمن الغذائي المصري والعربي. فريق الجدعان يكشف في محطة بحوث سدس في بني سويف الأصناف الجديدة من الفول البلدي أكثر البقوليات استهلاكاً في السوق المحلي، والذي نستورد نحو 60% منه. فريق الجدعان يكشف في محطة بحوث سدس في بني سويف الأصناف الجديدة من المحاصيل العلفية، والتي تضاعف الإنتاج في نفس وحدة المساحة، وفي مقدمتها 9 أصناف من البرسيم وبنجر العلف والشوفان والشعير. فريق الجدعان يزور في محطة بحوث سدس في بني سويف المشروع الرائد لإنتاج ألبان الجاموس، والذي يضم نحو 270 رأسا من الجاموس المصري المقاوم للأمراض.